بهذه العملية قبل بنهارين. الثابت اللي ثبت هو أنه إيزون مانيبيولي الأخبار هذايا، والمعلومة اللي نشروها قبل بنهارين تتعلق بقطر وبالشيخ موزة، ثم غيروا بدلوا النص. دونك المارد الجزائري هذه راهو قاعدة تعمل في الانتوكس، ما نطيحوش فيه مسار حتى اعلام مسبق، وراو الانتوكس هذايا الغايه منه هو البلبله فقط. للأسف خبر آخر في المباشر يوصلني، زوجة أحد الشهداء اللي موجودين في هالحافلة هذه انتقلت وهي حامل إلى مستشفى الأمن الوطني في المرسى، حبت تشوف الجثة نتاع الشهيد زوجها. المصدر امني يقول لنا انها وصلت للمستشفى، ومراسلتنا عن عين المكان تقول انها وصلت للمستشفى وقت سمعت بخبر استشهاد زوجها، اصيبت بسكته قلبيه وتوفات الله يرحمها. خبر اخر ينضاف للاخبار السيئه لهذه السهره، لكن نحاول نعطيكم المستجدات اول باول. وليد اللوجيني ناطق باسم وزاره الداخليه يقول تونس في حاله استنفار قصوى على جوهرة FM. كيف سي محمد ناصر رئيس مجلس